يا جماعة اوعوا تعيشوا في عقدة الذنب. يعني المود الدبريسيف مود اللي انت عايشة فيه ده ليه؟ اصلا ذنوبي كتير. ده مش دين، ده مش دين، ده عقد نفسية. هتفضلي تعقدي نفسك وذنوبي وانا ضايعة والذنب هيدمرني وانا ذنوبي صعبة. اوعى تفتكر ان ده ورع، ده عقد نفسية. لان ربنا اسمه العفو. امال هو سمى نفسه العفو ليه؟ سمى نفسه العفو. لا 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 لا، مش معايا ربنا العفو. ربنا جميل قوي، وده ربنا البر البر، بس مش معايا. ربنا المحسن بس مش معايا. طب ربنا الغفور بس مش معايا. طب التواب يا سلام على التواب، بس مش معايا. طب ربنا الرحيم، الله الرحمن الرحيم، مش الرحيم بس مش معايا. هو في ايه؟ انتوا جايبين الدين ده منين؟ هو انت يعني عندك مرض نفسي وعايز تعيشه في الدين؟ يعني هو ربنا سمى نفسه التواب والرحيم والغفور والرحمن والرؤوف والكريم والاكرم والمنان كل ده سبحانه وتعالى، والبر والمحسن، كل ده عشان تفرح. هو سمى نفسه كده لمين؟ يعني هو الاسماء دي لمين؟ ما عشان احنا نعرف رحمته قد ايه. فاللي فات يا رب، اللي فات مات يا رب. طب وبعدين؟ ان الله غفور حليم. حليم. طب واللي جاي بقى؟ هو حلم عليكم بس لحد امتى هيحلم؟ خافوا المعامله تتغير. لو فضلت تستسلم للشيطان كل مرة، لو فضلت تستسلم لذنوبك كل مرة، خلاص ربنا عفى الله عنهم، عفى الله عنهم. فجأة المعاملة اتغيرت. كانت انفجرت منه 12 عين، انفجار الخير. فجأة انبجست منه الانبجاس الخفيف بقى، مية خفيف. فجأة المعاملة تتغير. فجأة تفاجأ ان العطاء بيقل، او ان الدعاء اللي كان مستجاب ما عادش مستجاب، او ان الابتلاء اللي كان بيتكشف بركعتين تعيط بتصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين. وفي يا رب ايه اللي حصل؟ يا رب المعامله اتغيرت. ان الله غفور حليم.